حيرة كل يوم ناكل ايه نتغدى ايه. طب عندنا حتة ليا وكيلو بصل. عايزة اقولك هطلع حتة طاجن حكاية. قبل اي شيء نصلي على النبي وما ننساش الاشتراك في القناة. عايزة اقولك طاجن حكاية، طاجن البصل بالليا الضاني. عايزة اقولك يعني ممكن تشيليه في الفريزر في اي وقت حابة تيجي تاكلي منه. حاجة جامدة جدا جدا جدا. وحشتوني قوي 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 يا جماعة. دخلت المدارس والواحد في ضغوطات كتير قوي عليه، ومين عنده ضغوطات زي كده؟ هو الدروس ومدارس ومروح ومجي، واحيانا باجي من بره مش عارفة الصراحة اكل ايه. اقوم مطلعه كيس من الفريزر، او لو حطها في علبة واقوم مدخلها الفرن، بتتحمر وتبقى جميلة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. وحاجة فعلا تشرفك، حتى لو جالك ضيف على غفلة ممكن تطلعها من الفريزر تحطيها في الفرن. بص اللي قطع ازاي. انا ما بهريش ليا، بخليها زي ما هي. وعايزه اقولك لما بتيجي تاكليها في وسط الطاجن بتبقى دايبه دوب خالص. يعني عايزه اقولك فعلا فعلا حاجه جميله جدا. اوعي تنسي الاشتراك وتقولي لي بتتابعيني من انهي بلد. تمام كده اهوت. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. عندنا مكعبات ليا، مكعبات ليا. مش هنحمرها يا جماعة، احنا بنديها صدمة بس في الوok او الحلة. بس انا ببدأها في وok ليه؟ عشان عايزة البصلة بتاعتي تتحمر معاها. تمام، نفضل نحمر فيها كده اهوت، بس بنقفل المسام بتاعها مش اكتر من كده. ونفضل نشوح نشوح واحدة واحدة ايه عليها. عايزة اقول لكم تعب جامد جدا جدا، الدروس والمدارس والحاجات دي كلها فعلا مسؤوليات كبيرة، والله يعين كل واحد على اللي معاه. تمام، احنا كده عملنا ايه؟ يلا ما نتوهش عن ايه، عن الاكلة بتاعتنا اللي هي المنقذة. انا بسميها المنقذة ليه؟ في اي وقت بتشال من الفريزر وتتحط في الفرن بتطلع جامدة زي ما انت شفتيها كده في اول الفيديو. تمام، احنا هنا كده بنشوح ونزلنا بالبصل بتاعنا. فرمتي بقى، خرطتي زي ما انت حابة. انت حابة تعملي كيلو، 2 كيلو بصل، 3 كيلو بصل، اللي انت تحبيه اعمليه. تمام كده اهوت. وتفضلي تشوحي وتقلبي فيها حلو جدا خالص، ما تخافيش مش هتتحرق منك، بس طول ما انت ايدك فيها. احنا في الاول خالص بنبدأ نقلب فيها. تمام كده. بصي يعني فعلا فعلا، بصي انا بوريك اهو اللي هي اهي مكعبات زي ما هي. انا قفلت المسام بس بتاعها. تمام. معلش اسفه على صوتي يا جماعه، لاني جالي دور برد شديد جدا، ما كنتش بعرف انزل لكم فيديوهات كتير بسبب التعب بتاعي، كان دور شديد جدا. نيجي نحط بقى التوابل بتاعتنا: جوز الطيب، جنزبيل، فلفل اسمر. هنبشر دلوقتي قصادكم جوز الطيب بتاعتها والملح، وهنحط معلقه سكر بسيطه جدا، اللي هي ايه، بتدي زي كرمله كده للبصله، يعني ما بتحولش البصله ان هي تتحرق، لان انا مش عايزه احرق البصله، انا عايزه اخليها لونها ذهبي. تمام. وادي الجوز الطيب ببشرها اهيت، يعني ما فيهاش افتكاسات. عايزه اقولك سهله جدا، والله والله اي حد بيجي عندك فعلا وياكل منها بيسيب الاكل كله وبيدوس فيها هي، لانها يعني فيها قيمه غذائيه جامده جدا. شكلها شيك جدا، تشرفك كطعم. عايزه اقولك حكايه، انا مش عارفه طعمها، مش قادره اوصفلك اكتر من ان هي حلوه، والله جميله جدا جدا وهتدعيلي عليها. تمام، احنا هنا في الوك بتاعنا، وبصي لما احمرت معايا خالص نهائي. شفتي انا عايزه اللون ده، اللون الذهبي. خلي بالك هي ما اتحرقتش، هي اللي ادت لون غامق سنه بس زي ما هي. يعني انا ما سيحتش اللي يا جماعه، عشان اللي لما بتسيح بيبقى ليها ريحه، فانا مش حابه ان انا اسيح اللي.
ومهما احط ميه او شوربه اللي هي بتاعتي هتفضل زي ما هي، وهوريكي لاخر الفيديو هتشوفي اللي هي بتاعتنا زي ما هي، مسحتش وما دابتش. بس لما تيجي تاكليها مع البصله هتحسي ان هي دايبه. يا سلام بقى لو عندك شوربه كبي منها فيها، بصي لونها ذهبي اهي، انا ما غمقتش عن كده لان هي هتخش الفرن هتاخد غمقان حاجه بسيطه. احنا بنسقيها سقيان الرز بتاع المصري او البسمتي، بنغطي البصل بصي زي ما انت يعني بعوم البصل في شوربه او في ميه، بس يستحب الشوربه اكتر. تمام. بصي اهي عبت، بصي شكشكت معايا على طول. ليه؟ لان الحاجه بتتحط سخنه، محدش يحط حاجه ساقعه يا جماعه او ميه من الحنفيه على طول، لا لازم تحط الحاجه سخنه. بصي انا بوريك اهو ما اتحرقتش، هي بس سدت مسامها وبقى لونها ذهبي شويه، وكذا اهي حته اهي ما دابتش ولا اي حاجه. تمام كده. نمشي مع بعض خطوات، وتغطيها وتوطي عليها بسيط اللي هو شمعة، عشان انا عايزة البصلة تتكرمل. تتكرمل يعني ايه يا هبة؟ يعني ما تحسيش بالبصلة، تحسي انتي بتغمسي زي ما انا قلت كده اول الفيديو، اللقمة طالعة كده، يعني الصوص كده جميل بتاعها. تمام. بصي انا بزود تاني اهو لانها شربت الشوربة الاولانية، انا عايزة اسقيها واعملها معاملة الرز. انتي دلوقتي بتطبخي بصلة مش بتطبخي حاجة تانية. بصي عبي زي ما انت عايزة، هتشرب الصوص بتاعها ده كله. كل ما بتشرب كل ما بتسقيها لحد ما تمسكي البصلة كده تحسي بصي دايبة معاكي اهي، مع اني كانت الاول فيها بصل. لازم تدوبي البصلة خالص. وبصي مهما بتستوي اللي هي بتاعتنا عندك بقى لحمة حطي، كان عندي حتتين لحمة كده حطيت.